لا، هناك مسألة مهمة الإشارة إليها، أن الحديث الآن عن أن إدارة أوباما في سنواتها الأولى هي التي صنعت المأساة الحاصلة إن كان في سوريا وفي العراق وفي غيره، هذا كلام خاطئ، لأن جذور المشكلة هي بدأت مع الحزب الجمهوري حينما إدارة جورج بوش الابن احتلت العراق. احتلال العراق هو الذي أخل بكل الموازين في هذه المنطقة. احتلال العراق هو الذي فتح العراق لتركيا ولإيران ولإسرائيل ولكل الأطراف غير العربية. احتلال العراق هو الذي ولد القاعدة في المنطقة. احتلال العراق هو الذي أثر على كل طيب. الجوار السوري واللبناني والأردني. فالانطلاق من أن يعني هيلاري كلينتون ومعها أوباما مسؤولان عما حدث ويحدث في هذه المنطقة، هذا فيه يعني تكبير لما هو واقع الحال. واقع الحال أن إدارة أوباما استمرت على النهج الذي كان عليه جورج بوش الابن، الذي وقف وقال في تركيا عام 2004 أنه يعتبر هذا نموذج إسلامي، وكان يتحدث عن أردوغان وحزب العدالة والتنمية ويريد تعميمه. العلاقة مع الإخوان المسلمين في مصر بدأت عام 2005 حينما ضغطت إدارة جورج بوش الابن الجمهورية على مبارك بأن يسمح للإخوان المسلمين أن يترشحوا في الانتخابات، وفاز 80 منهم عضو في مجلس الشعب المصري. إذن جذور المشكلة هي السياسة التي اتبعت منذ مطلع هذا القرن من الحزب الجمهوري والحروب التي خاضتها إدارة جورج بوش، والتي لا ننسى العامل الإسرائيلي فيها إن كان في داخل أمريكا أو في المنطقة. سوف أتي على الموضوع الإسرائيلي. نعم، سوف أتي إلى الموضوع. يعني ولكن سيد غندور، هو السؤال الذي يطرح الآن بغض النظر إذا كلينتون أو حتى دونالد ترامب، إلى أي مدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل هو الذي يقرر يعني كيف سيكون نهج السياسة الخارجية، أم أن المؤسسات الأمريكية هي التي تتدخل في هذا الموضوع، الإدارة بشكل عام من موظفين من مستشارين من ما إلى هنالك؟ يعني ما دور الرئيس في هذه النقطة؟ هو الذي في النتيجة يوافق على الخيار الذي يكون أحد الخيارات المطروحة أمامه. يعني هو لا يضع الخيارات، يتم وضع الخيارات أمامهم من قبل المؤسسات الأمريكية إن كانت الأمنية أو السياسية الخارجية أو الدفاع أو المخابرات، ومن خلال هذه الخيارات يختار ما هو يراه الأفضل، بعد طبعا أن يكون هناك هذه الاجتماعات الخاصة في مجلس الأمن القومي الأمريكي. لكن أيضا نأخذ في عين الاعتبار الفارق بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. الحزب الجمهوري منذ أيام ريغن هو مدعوم من شركات ومصانع الأسلحة. الحزب الجمهوري منذ يعني حرب الخليج الأولى ثم الثانية ثم الحرب على العراق هناك شركات كبرى تستفيد منه وهؤلاء يدعمونه، لهم مصلحة في الحروب والأزمات الدولية.